السلام عليكم يا أجمل بنات. لو أول مرة تشوفيني أنا نوران، وفي البودكاست ده بنتكلم عن الأنوثة والسلام النفسي وتطوير الذات وكل حاجة تساعدك تبقي النسخة اللي تستحقيها من نفسك. وقبل ما نبدأ عايزاكي تعملي معايا حاجة بسيطة. خدي نفس هادي واسألي نفسك سؤال واحد بس: هو أنا فعلا حاسة إني أنثى من جوه ولا مجرد شكلي أنثوي؟ لأن في فرق كبير جدا بين الاتنين. في بنات جمالهم يخطف العين، ملامحهم حلوة، ستايلهم شيك، لكن أول ما تتكلمي معاهم تحسي إن في حاجة ناقصة. وفي بنات ممكن تكون ملامحهم عادية جدا، لكن أول ما يدخلوا أي مكان تحسي إن المكان كله اتغير. إيه السر؟ السر إن الأنوثة مش مجرد روج ولا شعر طويل ولا فستان ولا جسم معين. الأنوثة طاقة، إحساس، طريقة كلام، طريقة تعامل، طريقة نظرتك لنفسك قبل ما تكون نظرة الناس ليكي. وعشان كده في الحلقة دي هنتكلم عن 10 علامات ممكن يكونوا بيقولوا إن طاقة أنوثتك محتاجة اهتمام. وده مش معناه إن فيكي حاجة غلط، بالعكس، أول خطوة للتغيير إننا نشوف نفسنا بصدق. ولو لقيت نفسك في علامة أو 2 أو حتى 10 ما تقلقيش، لأن كل حاجة هنتكلم عنها ممكن تتغير. ويلا نبدأ. العلامة الأولى: إنك طول الوقت حاسة إنك لازم تثبتي نفسك. كل كلمة بتقوليها لازم تثبتي إنها صح، كل موقف لازم تكسبيه، كل نقاش لازم تطلعي منه منتصرة. ولو حد انتقدك تحسي إن الدنيا انتهت. ليه؟ لأنك من جوه مش حاسة بالأمان. الأنثى الواثقة مش محتاجة تثبت إنها جميلة، ولا إنها ذكية، ولا إنها ناجحة. هي عارفة قيمة نفسها، وعشان كده بتتكلم بهدوء، بتضحك براحتها، ولو حد اختلف معاها مش بتحول الموضوع لمعركة. اسألي نفسك: آخر مرة حد انتقدك رد فعلك كان ايه؟ هدوء ولا دفاع مستميت؟ لأن الدفاع المستمر غالبا بيكون علامة إن في جزء جوانا لسه بيطلب الاعتراف. العلامة التانية: إنك مستنية التقدير من الناس أكتر من نفسك. كل صورة بتنزليها وكل حاجة بتعمليها أول سؤال بيجي في دماغك: هو هيعجبهم؟ هيقولوا عليا ايه؟ هيجيب كام لايك؟ وممكن يومك كله يبوظ عشان حد ما ردش على ستوري، أو ما عملش لايك، أو حد ما تكلمش. وده بيخلي سعادتك في إيد الناس. لكن الأنوثة الحقيقية بتبدأ لما تعرفي إن قيمتك مش رقم ولا تعليق ولا رأي شخص. قيمتك ثابتة حتى لو محدش سقفلك. افتكر دايما إن الناس ممكن تعجب بيك النهاردة وتنساكي بكرة، لكن علاقتك بنفسك هي اللي هتعيش معاكي طول العمر. العلامة التالتة: إنك طول الوقت مستعجلة. مستعجلة تردي، مستعجلة تتكلمي، ومستعجلة تثبتي نفسك، وكأنك في سباق. لكن تعرفي الأنوثة فيها مساحة، فيها هدوء، فيها راحة. مش معنى كده إنك كسولة، لكن مش كل حاجة لازم تحصل دلوقتي. في وردة بتطلع في الربيع، وفي شجرة بتاخد سنين عشان تكبر. ولا الوردة غلط ولا الشجرة غلط، كل واحدة وليها توقيتها. ولما تبطلي تقارني نفسك بالناس هتحسي إن الحياة أخف، وإنك لأول مرة ماشية بالسرعة اللي تناسب روحك. عايزاكي بعد أول 3 علامات تقفي دقيقة مع نفسك، وما تجاوبيش حد ولا حتى تجاوبيني أنا. جاوبي قلبك. إيه أكتر علامة حسيتي إنها لمستك؟ وإيه السبب؟ لأن أوقات كتير إحنا مش بنتوجع من الكلام، إحنا بنتوجع لأنه لمس حقيقة كنا بنهرب منها. ولو وصلت لحد هنا فأنا فخورة إنك لسه مكملة،
وده معناه إنك فعلا مهتمة بنفسك ومهتمة تبقي أحسن نسخة منك. ولو بتحبي النوع ده من البودكاست اعملي لايك واشتركي في القناة عشان كل مرة يوصلك فيديو جديد تفتكري إن في حد بيشجعك ترجعي لنفسك من تاني. وفي الجزء اللي جاي هنتكلم عن علامات ممكن تكون أخطر بكتير، زي إنك تبقي طول الوقت في دور المنقذ، وليه الست اللي بترضي الكل غالبا بتنسى نفسها. فكملي معايا لأن العلامة الرابعة ممكن تغير نظرتك لنفسك تماما. العلامة الرابعة إنك دايما في دور المنقذ. انتي اللي بتحلي مشاكل الكل، انتي اللي بتسمعي لكل الناس، وانتي اللي بتجري عشان تساعد أي حد، وانتي اللي بتنسي مواعيدك عشان غيرك متضايق. ولو حد طلب منك حاجة ما بتعرفيش تقولي لأ. في الأول بتحسي إن ده طيبة، لكن بعد فترة بتلاقي نفسك مرهقة مستنزفة ومحدش بيسأل عنك. عارفة ليه؟ لأنك اتعودتي تدي من غير ما تسألي نفسك إذا كان عندك أصلا حاجة تديها. الأنوثة مش معناها إنك تضحي بنفسك ولا معناها تعيشي عشان الناس. الأنوثة الصحية بتعرف توازن، تعرف تحب وتساعد، لكن كمان تعرف تحط حدود. في جملة نفسي كل بنت تحفظها: أنا مش مسؤولة عن إنقاذ العالم، انتي مسؤولة عن نفسك الأول. ولما تملي كوبايتك ساعتها بس هتعرفي تسقي غيرك. العلامة الخامسة إنك بتخافي تكوني على طبيعتك، بتغيري شخصيتك حسب اللي قدامك، بتبقي مع ناس بطريقة ومع ناس تانية بطريقة مختلفة. ولو حسيتي إن حد مش عاجبه رأيك بتغيريه فورا. ولو حد قالك اللبس ده مش حلو يمكن ما تلبسيهوش تاني. ولو حد قالك صوتك عالي تفضلي ساكتة. ولو قالك أحلامك كبيرة تصغريها. ومع الوقت بتكتشفي إنك نسيتي انت مين أصلا. الأنثى الواثقة مش بتعاند، لكن كمان مش بتمحي نفسها عشان ترضي الكل. في فرق بين إنك تكوني مرنة وإنك تكوني نسخة مختلفة مع كل شخص. اسألي نفسك لو قعدت لوحدي أنا مين؟ إيه اللي بحبه فعلا؟ إيه اللي نفسي أعمله؟ ولو إجابتك كانت مش عارفة يبقى محتاجة ترجعي تتعرفي على نفسك من جديد. العلامة السادسة إنك بتجلدي نفسك طول الوقت. حد سابك بتقولي أكيد العيب فيا، اترفضتي من شغل بتقولي أكيد أنا مش كفاية. كل حاجة بتحصل بتترجميها إنها دليل إنك ناقصة. ليه؟ مين قال إن الغلط معناه إنك وحشة؟ مين قال إن الرفض معناه إنك بلا قيمة؟ كل الناس بتغلط، كل الناس بتقع، لكن الفرق إن في ناس بتقوم وهي بتقول هتعلم، وفي ناس بتفضل قاعدة مكانها وتقول أنا السبب في كل حاجة. الكلام اللي بتقوليه لنفسك هو نفس الكلام اللي روحك بتصدقه. فلو كل يوم بتقولي لنفسك أنا مش حلوة وأنا مش ذكية وأنا مش محبوبة، مع الوقت هتعيشي كأن ده حقيقة. ابدأي من النهاردة، كل ما تلاقي صوت النقد اشتغل اسأليه فين الدليل. هتتفاجئي إن أغلبه مجرد خوف مش حقيقة. العلامة السابعة إنك فقدتي الشغف بالحياة. بقيتي بتصحي وتنامي وتعدي الأيام من غير ما تستمتعي بأي حاجة. الحاجات اللي كانت بتفرحك بقت عادية، حتى الضحكة بقت تقيلة. وممكن تكوني بتقولي أنا بس تعبانة، لكن ساعات الروح هي اللي بتكون تعبانة مش الجسم. اسألي نفسك آخر مرة اشتريتي ورد لنفسك كان امتى؟ آخر مرة خرجتي تتمشي من غير هدف؟ آخر مرة سمعت أغنية بتحبيها ورقصتي لوحدك؟ آخر مرة قلت لنفسك أنا أستحق الفرح؟ الأنوثة مش رفاهية، الأنوثة إنك تعرفي تعيشي. انتي مش آلة ولا مطلوب منك
تفضلي قوية 24 ساعة. من حقك ترتاحي، ومن حقك تضحكي، ومن حقك تدلعي نفسك من غير إحساس بالذنب. ولو وصلت لحد هنا، فأنا حابة أقولك من قلبي، يمكن تكوني سمعتي كلام كتير قبل كده، لكن أتمنى تكوني حسيتي إن الحلقة دي مش جاية تحكم عليكي، هي جاية تفكرك بنفسك. وفي الجزء الأخير هنتكلم عن آخر 3 علامات، والعلامة ال10 بالتحديد ممكن تكون السبب الحقيقي اللي مخليكي حاسة إن في فراغ جواكي مهما عملتي. كملي معايا لأن النهاية هي أهم جزء في الحلقة كلها. العلامة التامنة إنك دايما حاسة إنك في منافسة مع أي بنت تانية. كل ما تشوفي بنت جميلة، أول إحساس بيجيلك مش الإعجاب، لكن المقارنة. هي أحلى مني، جسمها أحسن، شعرها أجمل، أكيد الناس بتحبها أكتر. وممكن من غير ما تاخدي بالك تفرحي لما تشوفيها وقعت، أو تتضايقي لما تنجح. وده مش لأنك إنسانة وحشة، لكن لأنك مقتنعة من جوه إن نجاح أي بنت معناه إن فرصتك قلت. وده مش حقيقي. الجمال مش قطعة جاتوه، لو واحدة أخدتها التانية هتتحرم منها. والأنوثة مش مسابقة، كل بنت ليها سحرها، وليها حضورها، وليها الحكاية اللي محدش يقدر يكررها. أول ما تستوعبي إن رزق غيرك مش هيقلل رزقك، هتحسي براحة غريبة. وساعتها هتقدري تبصي لأي بنت ناجحة وتبتسمي بصدق، لأنك واثقة إن اللي مكتوبلك هيجيلك في وقته. العلامة التاسعة إنك مستنية حد ينقذك. يمكن مستنية الشخص المناسب، أو الوظيفة المناسبة، أو الفلوس، أو حتى معجزة، وحاطة حياتك كلها على زر لما أخس هحب نفسي، لما أسافر هبقى سعيدة، لما الناس تعترف بيا هصدق إني ناجحة. لكن عمرك لاحظتي إن كلمة لما دي ما بتخلصش؟ كل ما توصلي لحاجة تطلعي حاجة تانية. الحقيقة إن مفيش حد هيجي يكمل نقص جواكي. العلاقة الصحية مش بتخلق قيمتك، هي بتضيف عليها. الفلوس مش بتخلق سعادتك، هي بتوسع اختياراتك. النجاح مش بيخلق احترامك لنفسك، هو نتيجة ليه. ابدأي النهاردة، اعملي حاجة صغيرة لنفسك، حتى لو مجرد فنجان قهوة بتحبيه، أو كتاب، أو مشي 10 دقايق. قولي لنفسك أنا مش هستنى الحياة تبدأ، أنا هبدأ أعيش من دلوقتي. العلامة ال10 والأهم إنك ناسية نفسك، ودي يمكن أكتر علامة وجعتني شخصيا لما فهمتها. في وسط المسؤوليات والدراسة والشغل والبيت والسوشيال ميديا ورأي الناس، نسيتي تسألي نفسك سؤال بسيط جدا: أنا عاملة إيه؟ مش الناس شايفاني إيه، ولا الناس عايزة مني إيه، لكن أنا محتاجة إيه. يمكن محتاجة راحة، يمكن حضن، يمكن تسامحي نفسك، يمكن ترجعي تعملي الحاجة اللي كنت بتحبيها وانت صغيرة. احنا اوقات بنلف العالم كله وندور على السعادة، وهي قاعدة جوانا بس مستنية نبصلها. الأنوثة مش صوت واطي، ولا ميك اب، ولا شنطة ماركة، ولا جسم مثالي. الأنوثة إنك تكوني مرتاحة مع نفسك، إنك تحسي بالأمان وإنت لوحدك، إنك تعرفي إن قيمتك ثابتة سواء الناس شافتك أو محدش خد باله منك. وعايزة أختم بحاجة: لو لقيتي نفسك فيك معظم العلامات اللي اتكلمنا عنها، أرجوكي ما تزعليش من نفسك. كلنا مرينا بمراحل حسينا فيها إننا تايهين، أو مستنزفين، أو فقدنا جزء من نفسنا، وده ما يقللش من قيمتك ولا يخليكي أقل أنوثة. بالعكس، يمكن الحلقة دي تكون بداية إنك ترجعي لنفسك من جديد. كل مرة هتختاري فيها نفسك، كل مرة هتحطي حدود، وكل مرة هتكلمي نفسك بلطف، هتحسي إن في جزء جواكي بيرجع للحياة. وده هو الجمال الحقيقي، الجمال اللي بيبان في العين، وفي الصوت، وفي الابتسامة، حتى قبل ما حد يلاحظ شكلك. ولو الحلقة لمست قلبك،
اكتبيلي في التعليقات أنا هرجع لنفسي. الجملة دي مش ليا، ده وعد منك لنفسك. ولو بتحبي النوع ده من البودكاست اشتركي في القناة وفعلي الجرس، لأن كل حلقة هنا هدفها إنها تسيبك أقرب لنفسك وأهدى وأقوى وأنعم من اليوم اللي قبله. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن العادات اليومية اللي بتخلي طاقة الأنوثة تكبر بهدوء من غير تصنع ومن غير ما تغيري شخصيتك. استنيها وأتمنى أشوفك فيها. أشوفك على خير.